أسفر الانفجار الغامض والمرعب عن إصابة 41 شخصاً، بينهم 2 في حالة حرجة، و9 إصاباتهم خطيرة، و30 طفيفة، وشخص نجا بأعجوبة. إليكم التفاصيل. أدى انفجار هز وسط جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في وقت الذروة يوم الأربعاء إلى إصابة 41 شخصاً بجروح وإحداث دمار كبير في الشارع الرئيسي. وكانت خدمات الطوارئ قد أفادت في البداية بأن السبب وراء الانفجار تسرب للغاز، لكن شركة إيغولي المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك. وقالت الشركة في بيان لها إن من غير المرجح أن يكون الانفجار الذي أدى إلى تشقق مدرج المطار وانقلاب سيارات ناجماً عن خط أنابيب غاز أو تسرب. وأضافت: لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة، ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع. واعتبر بنيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة غوتين التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا أن عدم سقوط وفيات هو معجزة. وأدى الانفجار الغامض إلى إصابة 41 شخصاً، بينهم 2 في حالة حرجة، و9 إصاباتهم خطرة، و30 طفيفة، وفق ليسوفي. وقال ليسوفي إن تحقيقاً أولياً أجري لم يكشف عن سبب الانفجار، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة تماماً. وأضاف أن الخبراء سيحصلون على الصورة الكاملة ويقدمون لنا النصح، مشيراً إلى أن الدمار كبير والوضع سيء للغاية. لقد حدث الأمر في وقت الذروة. وتسبب الانفجار الغامض الذي من المرجح أحدثته أنابيب الغاز الذي تسبب في حالة من الرعب وسط سكان في وقت الذروة من مساء الأربعاء، وتضرر الشارع الرئيسي وعدد كبير من السيارات. وقالت شرطة باريس إنه جرى اقتحام متجر